والله وعملوها الرجاله. فوز مستحق للاهلي، مبروك للاهلي بعد ضغط وتعب اعصاب. قدر الاهلي يفوز ب3 اهداف مقابل ولا هدف على فريق مازيمبي. الاهلي كان ليه اجمالي تسديدات في المباراه 16 تسديده، منهم 10 على المرمى، مقابل مازيمبي اللي كان ليه 11 تسديده منهم 2 بس اللي على المرمى. الاهلي كان ليه فرصتين خطيرتين مقابل ولا فرصه خطيره لفريق مازيمبي، وكوره واحده بس جت في القائم للاهلي، وكان في 8 ضربات ركنيه للاهلي مقابل 6 ضربات ركنيه لفريق مازيمبي. والاهلي في مجمل المباراه عمل 17 عرضيه مقابل 14 عرضيه لفريق مازيمبي، وكان في 445 تمريره للاهلي، منهم 350 تمريره صحيحه، في المقابل فريق مازيمبي اللي عمل 344 تمريره، منهم 223 تمريره صحيحه، وكان في مجزره في الانذارات. الاهلي حصل على 3 ومازيمبي حصل على 4. وعشان خاطر فوز الاهلي لازم تدوس دوسه قويه على الاشتراك، بس ما تنساش